يا صباح الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا هنا غيرت المحتوى تماما زي ما انتم شايفين وبناء على طلباتكم. انا هنا في قصر من قصور الموبيليا. قصر والله يا بنات، مش بنقول كلام وبس. القصر ده فين؟ القصر ده في طنان، في ارض المعارض في القليوبيه. طنان ارض المعارض القليوبيه. الناس دي مشهوره جدا جدا بالموبيليا وجمال الموبيليا وفخامه الموبيليا كمان. انا في قصر مين؟ قصر معرض اولاد الشعراوي. انا اللي مسمياه قصر، هو معرض كبير جدا، هو عامل زي القصر. ده حقيقي قصر من قصور الموبيليا يا بنات. اسمه معرض اولاد الشعراوي حرفيا. الموبيليا اللي عندهم مش قادره اقول لكم فخامه الدنيا. في الحاجات اللي عندهم اخر شياكه وماتيريال. مش قادره اقول لكم، يعني الصوره فعلا ظلماها جدا جدا. الموبيليا فخمه جدا جدا. النهارده هوريكم شويه اوض نوم، تحف التحف بالاسعار بكل حاجه. والمفاجاه بتاعت الناس دول ان عندهم شحن لاي مكان داخل مصر وخارج مصر. هتقولي لي لا، طب ما اي حد بيشحن. ايوه، بس المفاجاه ان هو خارج مصر كمان ممكن يشحن لك. يعني لو حضرتك من السعوديه او من اي بلد ايا كان هيشحن لك الحاجه لغايه عندك. هوريكم شويه اوض نوم مش هتصدقوا اسعارها. كمان مش هتصدقوا الاخشاب بتاعتها. الناس دي الاخشاب بتاعتهم كلها من الزان الروماني. الخشب الزان الروماني، تمام. زان احمر. الموبيليا كلهم بتاعتها فخمه جدا على احدث طراز. فعلا فعلا يعني حاجات كلها حديثه، موبيليا حديثه. موبيليا اخر شياكه واخر حلاوه زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو ده. هوريكم كل حاجه بالاسعار. بس يلا شجعوني كتير بقى يا بنات على المحتوى الجديد ده. اعملوا لايكات كتير وشيروه لاصحابكم كده، عشان ان شاء الله استمر معاكم وانزل لكم موبيليا في كل مكان. تمام. نكون ناس كده ولاد حلال زي الناس دول ويكونوا بيشحنوا ويسهلوا لكم الدنيا باذن الله. شجعوني كتير بلايكات يا بنات وشيروا لاصحابكم الفيديو على الواتس علشان الفيديو ده ينتشر، واحس كده ان انا ايه بتشجع على المحتوى الجديد ده. تمام تمام. يلا بينا هنبدأ الفيديو من اول المعرض من بره عشان اعرفكم الدنيا دي كلها فين. طبعا بسيب لكم ارقام الناس زي ما اتفقنا في اول تعليق، وكمان على الشاشة زي ما انتم شايفين كده ارقام الناس واسم المعرض. تمام تمام. مجموعة الأوض عندهم حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي زي ما عجبتني أنا بالظبط. يلا بينا كده على المعرض من بره نتعرف المعرض ده فين. أول حاجة أهو، دي يافطة المعرض من بره مكتوب معرض أولاد الشعراوي للموبيليا. وزي ما انتم شايفين كده هو فعلا قصر مش معرض، يعني تحسوه كده قصر كبير جدا فخم مليان بقى على آخره. بص كل الواجهة دي كده بتاعتهم، كل الواجهة دي بتاعتهم. طبعا تمام. مفيش داعي اقول لكم على الصالونات والركنات والانتريهات اللي عندهم عامله ازاي. الصوره بتتكلم عن نفسها، يعني احنا مش شرط نشرح ولا نقول. ما شاء الله اللهم بارك. الصالونات عندهم فخمه جدا جدا يا بنات. عايزه قصر كده وتتحط فيه، وكل الاذواق وكل الموديلات اللي بتتمنوها هتلاقوها في المكان ده. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، في شحن عندهم لاي مكان، والاسعار عندهم حلوه جدا جدا. النهارده هقول لكم على كمية أسعار الأوض النوم، وإن شاء الله انتظروا مني فيديو على أسعار كل الصالونات دي والركنات والأنتريهات. أي حاجة عندهم في المعرض هقول لكم على سعرها إيه، هقول لكم على تفاصيلها إيه، وهقول لكم كمان هي يعني معمول من خشب إيه. مبدئيا كده هم ما بيستعملوش غير خشب زان أحمر روماني، زان أحمر روماني. كمان شرطهم ان انتوا تجيبوا نجار لو هتروحوا تاخدوا الحاجة من هناك. شرطهم تجيبوا نجار. ليه؟ الناس دي عندها ثقة جدا جدا في حاجتهم، لان فعلا هم اهل ثقة. فالموضوع كده بقى سهل جدا جدا على اي عريس وعروسة تنقي من الفيديو الموديل اللي هي عايزاه مثلا، او تتواصل مع الناس دول على الواتس يبعتوا لها الموديلات اللي عندهم والمتاحة، وكمان الاسعار الجديدة. لان خلي بالكم الاسعار كل يوم يعني جديد. يعني مثلا ما تجيش بعد شهرين ثلاثة تتفرجي على الفيديو ده بالاسعار اللي فيه وتقولي فين الاسعار دي. لا، الكلام ده مش صحيح. ليه بقى؟ يعني شهر بيفرق طبعا في الاسعار، وكلنا عارفين كده من بعد الغلا اللي حصل. واحنا عارفين ان الاسعار بتختلف يا بنات عشان نبقى في اتفاقية بينا. هنا بقى دي اوض النوم اللي عندهم. لو اقول لكم ان الفيديو ظالمهم قد ايه مش هتصدقوا.
الاوض النوم عندهم من افخم ما يكون ومن احدث طراز للموبيليا. احدث طراز للموبيليا بالنسبه لغرف النوم هتلاقوه عندهم. يعني كل الاوض دي حديثه جدا 100%. لو فتحتوا كده عملتوا سيرش على الجوجل او اي موقع وكتبتوا غرف نوم حديثه هتلاقوا كل الاشكال دي هي احدث حاجه، يعني متاحه للعرسان. جميله جدا جدا. الاسعار ايه هقول لكم كل حاجه في الفيديو ده، بس يا رب يكون اللي بيتفرج كده عمل لايك للفيديو للمحتوى الجديد بتاعي ده، وشجعوني كتير يا بنات علشان اتشجع وانزل بقى المناصرة وانزل كل مكان فيه حاجات حلوة تناسب اذواقكم، وكمان تناسب يعني ظروفنا. عايزه اقول لكم ان انا بتفرج زيكم، لان الكواليتي بتاع الحاجه نفسها يعني مش عارفه اتكلم. الكواليتي بتاع الحاجه حلو جدا جدا. جميله. الخشب بتاعهم متين جدا زي ما قلت لكم في اول الفيديو. الخشب بتاعهم زان احمر روماني. وكمان زي ما قلت لكم شرطهم تجيبوا نجار، يعني كده في ثقه جامده جدا. تمام. الحاجه التالتة اللي هم عندهم شحن لاي مكان داخل مصر وخارج مصر كمان. هم القليوبيه، طنان، ارض المعارض. تمام. كل ده هكتبه في اول تعليق مثبت ان شاء الله، كل التفاصيل وكمان ارقامهم على الشاشه اهي. اسمهم معرض اولاد الشعراوي، مشهورين جدا جدا هناك. لو رحتوا ارض المعارض في طنان هتلاقوا الحاجات دي هناك عندهم. زي ما قلت لكم قصر من قصور الموبيليا هناك، معروفين جدا جدا، معروفين بموبيلياتهم الفائقة الجودة. عايزه اقول لكم فعلا فعلا الفيديو ظالمهم جدا. تمام تمام. ابعتوا بقى الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد من العروض الجميله دي. وتعالوا بقى اقول لكم على الاسعار الموجوده عندهم ايه. اسعارهم خطيرة وحلوة قوي قوي بالنسبة لأسعار اليومين دول، بالنسبة للأخشاب، بالنسبة للشركات اللي بتيجي تاخد مقاسات وتعمل لكم الأوض ممكن تعدي ال50,000 معاكم. وفعلا في ناس عملت كده واتدبست في كده، وكان أول الكلام الأوضة مش هتعدي ال30 ومش هتعدي ال35، لا بتعدي والله يا بنات وبتجمع جدا جدا. تعالوا بقى كده نقول على الأسعار. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو نوع الخشب بتاعهم ايه. قوايم زان احمر روماني، ابلكاش سه مربع روسي. ابلكاش سه مربع روسي. طبعا النجارين هم اللي بيفهموا في نوعيات الخشب وهيقولوا لكم على الحاجات دي ايه. وزي ما قلت لكم اللي عايز يروح هناك يشرفهم هناك تمام بنجار. تمام مفيش اي مشاكل. عايزه اقول لكم بقى الاسعار. الاوضه دي يا بنات بعد الخصم بعد 32,000 جنيه عامله 27,000 جنيه. اوضه فخمه، اوضه في منتهى الشياكه. طبعا كل اوضه ليها بنكيت، يعني كل اوضه من الاوض دي ليها بنكيت بيبقى شيك جدا جدا في اوض النوم. كل الاوض النوم الحديثه ليها بنكيت. اما الاوضه التانية دي ده يعتبر جلد مقلوب فيرجي مقلوب. تمام. دي عاملة 26,000 جنيه البني دي. تمام. عاملة 26,000 جنيه وليها بانكيت برضو وفي منتهى الشياكة. عندنا بقى الأوضة التالتة دي بعد الخصم. دي الأوضة دي عجبتني قوي قوي يا بنات، وشيك في منتهى الشياكة وليها برضو بانكيت اهو، وليها 2 كومود في منتهى الشياكة والتسريحة وماتيريال حلو قوي، كواليتي عالي جدا. عاملة كام الأوضة دي؟ عاملة 26,000 جنيه. والبنكيت بتاعها اللي على جنب على الشمال ده برضو متغطي. بقول لكم الناس دي حاجتهم فخمة قوي. ادي البنكيت وادي السرير ده جلد مقلوب. تمام. جلد مقلوب فيرجي. والبنكيت اهو هو يعني عراك كده شوية عشان تشوفوه. تمام. معانا بقى الأوضة دي يمكن أرخص أوضة فيهم بعد الخصم. بصوا يا بنات البنكيت بتاعها بالخشب بالماتيريال بالكواليتي حاجة كده وهم. دي بقى عاملة 25,500 ودي يمكن أرخص أوضة عندهم. ما تنسوش إن عندهم شحن لأي مكان داخل مصر وخارج مصر. ودي كانت آخر أوضة. عايزة أقول لكم أكبر أوضة وأغلى أوضة عندهم وفي منتهى الشياكة والحلاوة وكانت فخمة جدا. دي أغلى أوضة دي عاملة 32,000 جنيه. عاملة 32,000 جنيه. طبعا هي حلوة جدا بالنسبة لشركات الموبيليا اللي بأسعارها عالية. الأوضة حلوة جدا. انتظروا بقى الفيديو الجاي هوريكم كل تفاصيل الأوض دي بفتح الدواليب بكل حاجة جوه التفاصيل. عارفين التفاصيل؟ في ناس كتير بتحب تعرف التفاصيل زي أنا كمان. يعني أنا قلت له أنا كنت عايزاك تصور لي التفاصيل من جوه.
وعدني اني ان شاء الله انتظروا، يعني هعمل لكم التفاصيل كلها، فتح التسريحات، فتح الدواليب، هبين لكم تفاصيل الخشب كله، وكمان هعمل لكم فيديو كامل للركنات والصالونات بالتفاصيل بكل حاجه، بكام قطعه، بكام، اسعارهم ايه، كل حاجه. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تشجعوني على الفيديو، على المحتوى المختلف ده، وقولوا لي رايكم في التعليقات، هل استمر في المحتوى ده ولا لا. لو عجبكم ما تنسونيش يا بنات بالله عليكم لايك وشير. اديكوا شايفين يعني طنان دي فين، الواحد والله جازف وعمل كل ده علشان خاطركم. ان شاء الله ان شاء الله دايما هعمل لكم الحلو كله. الناس دي يا بنات عندهم شويه موبيليا بجد بجد، اي عريس هيعتمد الاماكن دي، لان اخشابهم حلوه جدا، كواليتي عالي جدا، ما الصنع نفسه حلو قوي قوي. الفيديو بقول لكم ظالمهم جدا. انتوا لو تروحوا وتتفرجوا وتشوفوا الحاجات على الطبيعه شكلها عامل السلام ازاي عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتوا شكرا عندي صدقتوا داخل كلامي ما ده. اقدرش اعوج شجعوني بقى احدث واعلى بلايكات كتير وانضف وشير الكاميرات كتير، والسلام برضه يا عليكم جماعه ورحمه النهارده الله مش على وبركاته. الاساس.